احنا هنا في ميديكال بارك إليت. حابب افرجكم على عياده 101 102 دي دينتال كلينيك. تعالوا بقى نبص على التجربه الجميله دي. احنا هنا في سيموكس مش بنشطب عياده، احنا هنا بنصنع تجربه علاجيه متكامله. حابب اخد رايكم في السيتنج اريا. هنا عندنا السيتنج كلها كوريان معموله على الطاير زي ما انتم شايفين كده. الليد طالع من الحيطه طالع للسقف ماشي مسلم الناحيه التانيه مع الجرين وول، تمام، مع اللوجو في النص. مع هنا عندنا المكتب طالع بكوريان فلاش مع الشاشه دي 65 بوصه، دي بتعرض شغل الدكتور. عندنا هنا شاشه تاني دي خاص بالبيشنت بحيث لو عاوز يتفرج على حاجه يقدر يتفرج عليها. هنا طبعا الجزء التصميم هنا في الريسبشن معمول نفس التصميم بالظبط. عندنا الجزء الكتروميكانيكال تكييف معمول كونسيلد، هنا متوزع بطريقه احترافيه. ان احنا عندنا عاملين هنا السبلاي، عندنا هنا الريتيرن الناحيه الثانيه بحيث يكون الفنتيليشن كويس معمول باحترافيه في المكان. بعد كده الجزء بتاع الحمام ده حمام البيشنت زي ما انتم شايفين كده. حمام البيشنت هنا عشان صغير فلازم تجيب يونت جاهزه بتدي مساحه وبتدي فخامه للمكان. طبعا مع المرايه الليد مع الباب الزجاج الكريستال. بعد كده هنخش على الجزء بتاع الكلينيك. طبعا الجزء اللي بره ده كله ده بورسلين. جزء الكلينيك بيبقى هايجين، عاملين الارضيه فينايل. اول ما تخش الجزء اللي فوق ده هنا في التو الفان بتاعه الكونسيلد، حاطين واحده هنا واحده هنا، ودول عاملينهم بلاطات 60 في 60. الفاير سيستم عندنا هنا ادريسابل، هي ادريسابل في حاجه اسمها ادريسابل وحاجه اسمها كونفنشن. الادريسابل اللي هو مرتبط بالسيستم المكان، ان كل لوبه متوصله على اللوحه تحت موجوده في المول نفسه. لو كونفنشن بيبقى فيه لوحه خاصه بالعياده. طبعا مع الساوند سيستم العياده كلها مجهزه سمارت، تمام. هنا الجزء ده اكسبوجر لان انا بقدر اخد اشاعه بتاعه العياده، تمام. هنا دي كلينيك 1، دي الكلينيك الرئيسيه بتاعه العياده. دي هنا بالنسبه لليونت هنا دي يونت ماونتد، دي من سيرونا. هنا في حوار تمام، يعني الجزء ده كده هنا في حوار. طبعا احنا مجهزينه من تحت بطريقه احترافيه كبيره جدا، ان كل المواسير والوصلات اللي تحت هنا مش ماشيه من تحت الكرسي، معموله على شابلونه. واحنا صابين الجزء ده خرسانه مش لازم حديد، يعني خرسانه اسمنت وزلط، صبنا على شابلونه. والمواسير والوصلات كلها خارجه بعيد عن الكرسي، ماشيه بمسارات حركه فيها انسيابيه، بكعان كلها مفتوحه ماشيه من بره كده زي ما هوريكم باذن الله في الجزء واحنا بنشطب، عشان يجي يثبت اليونت ما تبقاش المسمار يخبط في اي وصلات او اي حاجه من تحت. طبعا احنا عندنا طبعا هنا ده مكتب الدكتور. هنا عندنا السيرك، ده جهاز يعني بيعمل فول ارش في ساعه الا ربع، تمام. ده من سيرونا. طبعا المكتب هنا زي ما انتم شايفين طالع على الطاير، معمول له علفه تثبت عليها. عندنا هنا شاشه خاصه بالدكتور. طبعا الشاشه هنا في شاشه هنا، العياده كلها مرتبطه ببعضها. اقدر ان انا ابص على اشعه جوه او اشعه هنا عن طريق مكتب الدكتور هنا. واقدر كمان ان الدكتور يعمل لوج ان من اي جهاز، يقدر يشوف لو في اي بيشنت بيعمل اشاعه او في اي تشخيص، ممكن هو في بيته عن طريق الموبايل يقدر يبص على الاشاعه ويقدر يشخص هو مش موجود اصلا في المكان. بعد كده نخش هنا على الحمام. طبعا ده حمام الدكتور زي ما انتم شايفين خالص ان هو سيمبل وجميل جدا. هنا اليونت الجاهزه عشان برضو الحمام صغير، طبعا مع الزجاج الكريستال. طبعا الازاز كله ده الازاز الموجود في العياده كله ازاز كريستال زي ما انتم شايفين. هنيجي هنا طبعا للستاير، وقبل ما نيجي للستاير ممكن نجيب الجزء بتاع الكاونتر توب. ده معمول من كوريان. طبعا الادراج كلها سوفت كلوز،
الميجر دي هيتاشي الماني. طبعا هنا الجزء بتاع الباسكت، وده هنا الجزء بتاع الستاير. بكل سلاسه اقدر ان انا المه واقدر ابين المكان زي ما انتم شايفين كده. هنا اقدر افتح الشباك بكل سلاسه. خش بقى على العاده الثانيه باذن الله افرق عليها. دي كلينيك 1 الرئيسيه، دي كلينيك 2. كلينيك 2 هنا اللي هناك معموله يونت ماونتد، هنا الكلينيك دي وول ماونتد. يعني ايه وول ماونتد؟ ان الاشعه على الحيطه هنا دي، ان انا بقدر اخد اشعه للبيشنت تمام، ومتوصله الاكسبوجر بتاعها من بره عشان ما اثرش على الدكتور. هنا المكتب كوريان تمام، طالع معاه التجليده دي فلاش مع العمود، والليد نفس الكلام طالع برضو من الحيطه مسلم للناحيه الثانيه باحترافيه. طبعا نفس الكلام هنا. الكابينت دي اصغر شويه مع الحوض بيلت ان كوريان زي ما انتم شايفين كده بكل انسيابيه. ده الكوريان ميزته ان هو هيجين تمام. خش بقى على الجزء اللي بعده، الجزء الخاص بالاستراليزيشن. ده الجزء الخاص بالاستراليزيشن. هنا رحله التعقيم. طبعا في ساوند سيستم، طبعا التوزيع المدروس للاضاءه مع التكييفات، مع عندي هنا توزيع الاجهزه والتاسيس مهم جدا. احنا طبعا اتكلمنا في فيديو على الاجهزه كلها، هنتكلم على التاسيس تحت. هنا في حوار كبير جدا. يعني انا عندي هنا الجهاز ده النايتر ده بيطلع ميه مقطره. الميه المقطره بحطها في الداك يونيفرسال والداك بروفيشنال، مطلع وصلاته بحيث تبقى خارجه من ورا الجهاز على طول. المواسير تحت جوه هنا في مواسير، هات كده يا باشمهندس انزل جوه تحت هنا كده. ده شكل الوصلات والمواسير. طبعا في حاجات خاصه بالهواء تمام. طبعا كل مكان هنا الاحمال مدروسه ومحسوبه. الجهاز ده مثلا محتاج ل كومبريسور تمام، مطلع الوصله بتاعه الكومبريسور تحت الجهاز اللي هو ام 65 تمام. وده عباره يعني ليه كومبريسور خاص بيه لوحده. كل الفراز والاحمال دي كلها متصله على الاستابلايزر علشان تتغير في التيار. طبعا القدرات محسوبه ومدروسه زي ما انتم شايفين. طبعا مستني اشوف رايكم في التعليقات. احنا طبعا شرحنا الجزء بتاع كل جهاز بيعمل ايه، المرحله اللي هي بتاعه التعقيم.